أعزائي المتابعين، أهلا بيكم. النهاردة هنتعلم مع بعض إزاي نجمع أو نصنع ترابيزة سفرة أو مكتب. عايز أقول لحضراتكم ممكن أي مقاس، هو ما بيختلفش حاجة، يعني هي الطريقة كلها واحدة. دي مقاسها متر في 60 سنتي. أنا عملت اللقطة دي علشان أعلم بيها من هنا. دي 5 سنتي، بعلم علام كده وعلام كده في الاربع زوايا اهي. في الاربع زوايا بعلم علام زي ما حضرتك شفتوا. الموضوع سهل جدا، احنا نقدر اي حد يصنع الترابيزه بنفسه. الموضوع سهل جدا. وادي القعده. بيهمني جدا ان القعده تكون الميل مظبوط، يعني تتاكد حضرتك او حضرتك ان الميل يكون مظبوط كده اهو. المكان ده احنا زي ما احنا قلنا، بصوا يعني احنا نكبر العلام شويه كده هنا اهو. المكان ده والمكان ده يكون واحد. بصوا يعني هنا العلام، الزاويه او القاعده المعدن دي تكون على العلام بالظبط. وبعد كده هجيب مسمار علشان القرصه عندي هنا 17 ملي، فده مسمار سنتي ونص. اقل من القرصه طبعا نتاكد ان المسمار مش هينفد. وبعد كده نبدا نركب المسامير. القاعده هنا هي فيها 5 مسامير. في ناس بتركب 3 وناس بتركب 4، لكن في الحقيقه انا بحب دايما أأمن نفسي واركب ال5 مسامير. في حد هيقول لي يعني ده لازم اركب يكون عندي دريل؟ لو عندك مفك ممكن تربط بمفك، بس طبعا زي ما حضراتكم شايفين الدريل بيسهل الموضوع، بيخلي المسمار بيتربط اسهل. طبعا وانا بركب مع حضراتكم عايز اقول لكم حاجه مهمه جدا. عايز اقول لكم ان دلوقتي العدة الحديثة خلت الموضوع بقى في منتهى السهولة. أنا قصدت وأنا بركب القرصة أحطها على مكتب إزاز علشان أقول لكم إن الموضوع مفهوش أي مخاطر. كل ست بيت ممكن وهي قاعدة في البيت تتسلى، تعمل ترابيزة، تعمل مكتب لولادها. الموضوع زي ما حضراتكم شايفين هو موضوع سهل جدا. وكده انا زي ما شايفين ركبت قعدتين، فاضل قعدتين. انا بركب قدامكم اهو بتكلم معاكم، ومش هعمل اي مونتاج للفيديو ولا هعمل اي قط، على اساس ان تشوفوا الموضوع بياخد وقت قد ايه وتتاكدوا ان الموضوع سهل جدا. زي ما قلت لكم المكتب اللي قدام حضراتكم ده او الترابيزه ده بينفع مكتب وبينفع ترابيزه. ده مقاسه 60 في متر. هو في الحقيقه عميل طالبهولي، يعني هو طلبه مني. هبعت له الفيديو برضو علشان يعرف ان الموضوع سهل ما هواش صعب. خليني اقول لكم كمان اني انا عندي هنا ببيع الرجول لوحدها، وببيع القرصة، وكمان القاعدة المعدن هي متوفرة عندي، اللي هي دي بتاعت اللي بتركب. والمسمار ده بيجمع، هوريه لكم برضو، بيجمع الرجل في قلب القاعدة. احنا يكون طبعا يعني بيبقى في العلبة بيبقى فيه احيانا مسامير مش ولا بد. دي برميها في الحقيقة، مش بستخدمها زي ما حضراتكم شفتوا. يهمني جدا اني نركب دول مظبوطين على الزاوية زي ما حضراتكم شايفين. درجة الميل هنا القاعدة دي مايلة، درجة الميل بتكون الرجل لبره زي ما حضراتكم شفتوا اهو. كده انا ركبت ال4 قرص. هجيب ال4 رجلين
قدام حضراتكم، وهبدأ اركب المسمار في الرجلين معاكم وهتشوفوني خطوة بخطوة. وزي ما قلت لكم الموضوع سهل جدا، وموضوع مفهوش اي مشاكل ونقدر اي حد يعملها. العميل طالب المكتب ده الرجل دي 80 سم. في الحقيقه انا دايما بشوف ان رجل 80 سم بتكون كبيره. شايفين لما تحط على الرجل هي دي شكلها. طب ده بيركب ازاي؟ ادي المسمار، ده المسمار وبيركب كده اهو بمفتاح ألانكيه. بيكون طبعا الرجل لازم تكون متخرمه. زي ما شايفين انا عزم المسمار تقيل جدا، يعني الربط بتاعه هو تقيل جدا. وطبعا تقيل جدا ليه؟ علشان ما يفكش. يعني شايفين قد ايه هو تقيل علشان ما يفكش. مهم جدا ان المسمار يكون تقيل جدا والربط بتاعه يكون صعب جدا. وادي المسمار ركب، وبعد كده انا بركب الرجل كده. خليني اقول لكم ان انا بركب طبعا الاربع مسامير، وبعد كده بحط الاربع رجول وبالشكل ده كده. خليني اعمل قدام حضراتكم حاجة مهمة جدا كده. بالشكل ده كده هنركب الاربع رجول، وبالشكل ده كده المكتب اتعمل. اعتقد الموضوع سهل ما هو صعب، ونقدر اي حد يعمله. وخليني هجمع المكتب واصوره لكم ونتفرج عليه. وزي ما حضراتكم شايفين بعد ما ركبت المعدن في القرصة وركبت المسمار في الرجلين وركبت الاربع رجول، ده بقى شكل المكتب او شكل الترابيزة او وكده نقدر نعمله مكتب ونذاكر عليه. وشايفين برضو حمله جامد اهو زي ما حضراتكم شايفين. ونقدر نعمله بأي مساحة زي ما احنا عايزين. مساحة صغيرة، مساحة كبيرة، متر ونص، مترين، زي ما احنا عايزين. يعني ممكن نعمل دي ترابيزة السفرة مساحتها كبيرة، وممكن نعمله مكتب مساحة كبيرة. وكده يا رب أكون وصلت المعلومة وتقدر هتصنع بنفسك. وزي ما حضراتكم شايفين هو ده الرجول ده. طبعا المكتب ده عالي شوية بناء على طلب العميل، ولكن هو يفضل يكون الرجل أقصر شوية. في نهاية لقائي أنا بشكركم شكرا جزيلا، وإلى اللقاء. تحياتي، أشرف شندي.